السلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله عزيزي المشاهد في هذه الحلقة من الطريق إلى رمضان، ودخلنا في الوسائل العملية ويمكن أعطيتك بعض الواجبات وأنا معك طبعا. شو اللي لازم نسوي؟ أخذنا 3 طرق عملية نستعد فيها لرمضان. أولا قلنا لازم نتوب ونستغفر الله سبحانه وتعالى الآن، ننظف قلوبنا، إن شاء الله ما يدش علينا رمضان إلا الله غفر لنا وانتهينا، حتى يكون القلب مهيئ لأن يضع الله فيه الخير في رمضان. 2 تهيئة الأجواء، لازم البيت يعيش رمضان. أي شيء تبي تسوي قلنا جهز من الحين، حضر حالك، اخذ إجازة إذا قدرت بالعشر الأواخر على الأقل، احجز تذاكر العمرة والسكن إذا كنت ناوي تروح، جهز المصحف للختمة. يعني في البيت جو قاعد يصير، في شيء راح يصير، في ضيف جاينا رمضان المبارك. 3 حاول تشوق نفسك لرمضان بأنك تقرأ كثير عن فضاء رمضان وتسمع الأشرطة عن ذلك، تعرف حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والصالحين في رمضان كيف كانت، حتى تتلهف لهذا الشهر المبارك وقدومه. 4 أكملها معك اليوم، التفقه في أحكام الصيام. بدال ما يدش علينا رمضان وأسوي لي شيء غلط وأروح أسأل الشيخ شيخ أنا سويت كذا، شنو حكم صيامي، باطل مو باطل؟ يا أخي من الحين، والحمد لله العلم يسور، خلينا نعرف أركان الصوم، شنو شروط وجوبه، المفطرات شنو هي، سنن الصيام، مكروهات الصيام، أحكام الصيام عامة. ترى أي كتاب أو كتيب حتى الآن موجود تعرف هذا كله. ادخل دورة في المساجد الحمد لله الآن قد تقام بكثرة، أي شيخ تقدر تقرأ عنده كتاب تعرف وتلم بأحكام الصوم. لاحظ احنا قاعد نحاول نسوي يعني أعمال كثيرة تعيشنا رمضان، نقرأ عن فضاء رمضان ونعرف أحكام الصيام. نبي نعيش رمضان، نبي قلبنا يمتلي رمضان وصيام ورمضان وصيام، نتشبع في هذا عشان فعلا ننتظر ونستمتع، نشتاق أن يكون رمضان موجود. 5 من الوسائل العملية المهمة، لابد يكون عندك الآن تصور عام عن ما ستفعله في رمضان، يعني التخطيط ووضع الأهداف. شوف الإعلام في الصحافة بالذات في شيء يسمونه عندهم الماكيت، اللي هو مثل ما يكون الفهرس، التصور العام للمطبوع اللي راح يصدر، المجلة مثلا، اللي يحطون المقدمة، بعدين في إعلان، الباب هذا شنو، التحقيق هذا عن أي موضوع، المقال الفلاني وين تنحط، الملف، العدد، متصورين العدد كله اللي راح يصدر قبل أن يشتغلون فيه. أنت نفس الشيء، لازم تكون عندك ورقة فيها خطتك عن رمضان من أول يوم إلى آخر يوم، أو قد تكون أسبوعية، المهم أن في خطة واضحة عندك إيش راح تسوي كل يوم في رمضان. كاتب الأهداف، كم ختمة راح أختم، أول ختمة في تاريخ كم راح تكون انتهت، أهلي وأرحامي من اللي راح أزوره ومتى راح أزور كل واحد فيهم، العمرة في أي تاريخ راح أروح من كذا لكذا، كم صايم راح أفطر، في أي مسجد راح أصلي التراويح والقيام. في تصور عام واضح، اكتب كل شيء بالتفصيل، حتى اكتب الأشياء اللي راح أدعو الله فيها، شو راح أقول، شو راح أطلب من ربي، عشان لا يصير الدعاء متكرر ما تدري ايش قاعد تقول وبالتالي ممل، خلاص عرفنا. لا في أشياء، رتب أمورك، خطط صح لهذا الشهر، يعني اعتبره مشروع وفرصة، وفعلا هو فرصة للين رحمة الله سبحانه وتعالى، للعتق من النار على الأقل. خلي عندك خطة واضحة جاهزة مكتوبة عندك تشوفها كل يوم وتقعد تعدل عليها من الحين، عندك شهر كامل أو أقل، اضبطها الخطة وضيف لها واحذف إلين ما يدخل رمضان إلا الموضوع عندك الحمد لله جاهز، وما يقولون إن شاء الله إلا باكر رمضان وبارك عليك الشهر إلا أنت تنطلق في هذه الخطة وتبدأ العمل فيها. الوسيلة السادسة العملية للاستعداد لرمضان، ترويض الحواس والجوارح على الطاعات وللعبادة. تذكر تكلمنا في الاستعداد لرمضان ليش نستعد؟ قلنا لإعادة اللياقة، هذا اللي احنا نبي نسويه. كل عبادة تنوي انك تمارسها في رمضان تدرب عليها الحين. يعني مثلا الصيام هذا واجب، يعني راح يصوم شهر، افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكثر الصيام في شعبان، ما في شهر كان يصومه أكثر من شعبان بعد رمضان طبعا كامل. ليش؟ استعدادا لرمضان. انت ناوي تختم كثير في رمضان، الآن أكثر قراءة القرآن، يعني حاول تختم لك ختمة على الأقل الحين في شعبان، على أساس الختمة بعدين تكون عليك أسهل. ناوي تعتكف، حاول تطول قعداتك في المسجد الحين، تطيل الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى،
حاول تتصدق الآن، أساس الصدقة برمضان تصير عندك سهلة. كل عبادة تنوي أنك أنت تقوم فيها في رمضان، القيام راح تصلي تراويح كل يوم مدة طويلة، والقيام من الحين. حاول تقوم الليل، تستعد، يعني تجهز جسمك للعبادة. وسيلة أخيرة راح أختم فيها معك هذه الحلقة، وقد تكون غريبة شوية لكن إن شاء الله تكون نافعة بإذن الله. حاول تسجل لنفسك رقم قياسي في شعبان. شنو يعني هالكلام؟ حاول تشوف لك عبادة ما سويتها من قبل أو من زمان ما سويتها. أنا ما أقصد شيء جديد بدع في الدين، لا، هي عبادة موجودة لكن أنت يمكن عمرك ما سويتها بهالطريقة. يعني مثلا أختم القرآن ب3 أيام الحين في شعبان، أنا أتكلم رمضان الآن. قيم الليل ب1000 آية، و1000 آية ترى جزء تبارك وجزء عام، يعني جزء 29 30 إذا قريتهم هذه 1000 آية، يكتبك الله عنده من المقنطرين. حاول تتصدق بصدقة ولا مرة سويتها، مبلغ كبير يكون مثلا. هذه عبادات، لاحظ أنت عبادات شوية ثقيلة، هذه ايش راح تنفعك فيه؟ إذا قمت فعلا فيها، ختمت القرآن 3 أيام أو قمت ب1000 آية، أو صليت مثلا مرة من المرات من بعد العشاء إلى الفجر وأنت تقيم الليل مرة في حياتك يا أخي، لما يجي رمضان وتبي تصلي القيام مع الإمام 2 أو 3 يصير عندك هذا شيء عادي، لأن أنا سويت أكبر من كذي. أنك تبي تختم في أسبوع طبيعي جدا وسهل، لأن أنا ختمت ب3 أيام. تتصدق كل يوم بدينار أو دينارين أو مبلغ بسيط مو صعبة عندك، لأن أنا تصدقت بشيء أكبر من كذي. هذه فائدة العبادة الكبيرة والقوية اللي تسويها الحين، اللي هو قاعد يسميه الرقم القياسي، طفرة، شيء عمرك ما سويته، شيء جديد. احرص على هذا في شعبان.